المركز الثاني وميدالية فضية شيف محمد حسين ايطالي ريستورانت. لا عليك تسقيف بس عشان مش مالك سقف يا اسطى. الثاني وميدالية فضية وسكينة هدية. مستمعينا الاعزاء، اهلا بكم معنا وهذا اللقاء للسياحه اليوم مع الطالب محمد حسين عبد العزيز بالمعهد العالي للسياحه والفنادق بالاسكندريه ايجوس، والفائز بالمركز الثاني في احد المسابقات الهامه بمدينه نصر، حيث معرض خاص بالفنادق شاركت فيه جميع كليات السياحه والفنادق والمعاهد على مستوى الجمهوريه. الله يبارك فيك. مبدئيا كده انا حابب اشكر المعهد عندي دكتوره نوال بالاخص ودكتوره فريده مجاهد. الناس دي بجد ناس كويسه قوي. طبعا انا اخدت مركز تاني، هي عباره عن صوص وصيد خضار وشريحه لحمه بتسويها تسويها الجمعيات تطلبها مننا الشيفات الحكام يعني. والله هو الكل مجتهد نصيب يعني، على قد ما هتتعب وعلى قد ما هتشوف وهتلاقي يعني. هي كأجواء أنا الصراحة أنا رحت استفدت منها كتير من الشيفات، من زمايلي اللي كانوا معايا في المسابقة استفدت منهم كتير، من أصغر حد لأكبر حد، ومن الشيفات الحكام كمان يعني. أول حاجة استفدت ثقة في النفس يعني. أنا كنت رايح يعني زي ما تيجي الصراحة، أنا ما كنتش عارف إن أنا أكيد هاخد مركز يعني. مش في بالك خالص؟ إيه؟ مش في بالك دماغي يعني؟ خالص. والله العظيم يعني أنا رحت قلت هعمل حاجة كويسة، يا ريت يا ريت تعجب الحكام يعني. والحمد لله يعني ربنا كرمني فيها واداني على قد ما تعبت يعني في الطبق اللي انا عملته. والله العظيم حرفيا انا ما كنتش بنام قسما بالله. حابب اقول لهم لو انت نفسك يعني خلي الشغف بتاعك للحاجه اللي انت بتحبها ايا كانت ايه هي. يعني الرساله دي موجهه لزمايلي اللي معايا في الكليه اللي معايا في القسم عامه. حابب اقول لهم ربنا يكرمكم وركزوا في الحاجه اللي انتوا بتعملوها واقروا كتير وتعلموا. يعني المجال ده كبير قوي،